هنعمل النهارده كرنبيت. الكرنبيت هاتي الابيض اللي زهرته حلوه وقطعيه. الميه مغليه فيها ملح وحطيه ياخد غلوه على البوتاجاز، وبعد كده اشيليه من الميه علشان خاطر ما يتهرش منك. احنا هنقلي الكرنبيت. هنعمل النهارده 3 طرق للكرنبيت. معايا للكرنبيت بيضتين 2 او حسب ما انت عايزه، يعني العدد البيض اللي انت عايزه تحطيه براحتك. كل ما تكتري البيض كل ما بيبقى حلو. ومعايا فلفل اسود مع شريحه الزفاره وشويه ملح، وقلبيهم حلو مع بعض. بعد كده كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، وهقلبهم بمضرب السلك او المضرب الكهربائي براحتك. كوباية دقيق و3 معالق نشا ونص معلقة بيكنج باودر، وهقلبهم نفس التقليب علشان خاطر ما يبقاش في اي تكتلات ولا اي حاجة. وشوية كزبرة متقطعين مع شوية شبت هحطهم. انا عايزة الخلطة اللي هعملها دي ما تبقاش تقيلة قوي علشان ما تكتمش الكرنبيت، ولا خفيفة تسيل من عليه. لو لقيتيها تقيلة زودي شوية لبن او شوية مي، لقيتها خفيفة زودي شوية دقيق. النشا بتخلي الكرنبيت ما يشربش الزيت. ومعايا شوية كزبرة ناشفة وشوية ملح لان لقيتها عدبة شوية ملح واحطهم اقلب. وبعد كده يكون الكرنبيت غلي غلوة، وفي التانية اقوم طافية عليه وشايلاه من المية، وهحط الزيت على النار يغلي، وهحط الكرنبيت في الخلطة اللي انا عملتها واحطه في الزيت. الكمية الكرنبيت اللي معايا انا شلت شوية في الاول، من اول ما حطيتهم في المية بس شمت المية كده المغلية، قمت شايلة شوية اعملهم مخلل، وشوية اعملهم في الزيت، وشوية اعملهم في صينية للي ما بيحبش الكرنبيت بالزيت. هتحمريه، هتقلبيه على كل الجهات، هيبقى لونه ذهبي جميل. هتخرجيه. هي النشا بتخليه حلو، ما تخلوش يشرب زيت. هي والكربونات والبيكنج باودر بيخليه حلو، او كربوناته الموجود عندك اعملي بيه. الشويه اللي باقيين قطعتهم قطع صغيره وحطيتهم في الخلطه دي، واحطهم في صينيه ألمونيا او فخار واحطهم في الفرن. هتنشف ويبقى اقطع منها قطع. ممكن ما تحطيش المعلقه الزيت اللي انا حطيتها دي. حطيتها في الفرن، وبعد كده طلعتها وهي سخنه، حطيت لها شويه جبنه موزاريلا على الوش خلوا طعمها جميل، وغطيتها 5 دقايق بس. الجبنه الموزاريلا ساحت شويه، وبعد كده قطعتها قطع. هي بتبقى قطع عامله زي الكيكه، تاكلها كده براحتك، عايزه تاكلها بعيش براحتك زي ما انت عايزه. هي اكله حلوه ما فيهاش زيت، ما شربش الزيت. حتى اللي انا قليه في الزيت ما شربش من الزيت خالص. النشا ما خلتوش يشرب زيت. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.